يا مساء الفل والجمال على الحلوين، يوم سعيد عليكم بإذن الله ويوم دراسي. النهاردة أول يوم في الدراسة، فالأولاد طلبوا مني إن أنا أعمل لهم كيكة. أنا عملت كيكة بالمكونات اللي عندي. كان معايا كيس كريم كراميل، وكان معايا كيس جيلي كان بقالهم فترة ما استخدمتهمش، فقلت أعمل بقى كله مع بعضه وأخلص منهم. جبت هنا كوباية من الدقيق ورحت نخلاها. تمام. طبعا لما بتنخلي الدقيق بيطلع طعمه مختلف تماما، ان الدقيق من قصدي الكيكه بتطلع مظبوطه معاكي. من اهم الخطوات اللي انتي لازم تعمليها وانتي بتعملي الدقيق ان انتي تنخليه. ده اخر حبه. تمام. وبعد كده جايبه نص كوبايه من اللبن. كل المكونات دي عملتها في الكوبايه، والعلبه البلاستيك دي ما استخدمتش لخلاط ولا اي حاجه، كله بمضرب الايد وكله على ايديا علشان توفري في المواعين، لان انتي طبعا جنب الكيكه اكيد طبختي عشان الاولاد. فروحت عامله نص كوبايه من اللبن ويا دوبك 3 معالق من الزيت، يعني قرب ربع كوبايه برضو حطيتها في الكوباية دي اهي. ده بالمنظر ده. قلت اقرب الكاميرا شوية عشان تشوفوها. وبعد كده هنبتدي نقلب. هبتدي هنا بقى اقلب الدقيق مع ومعايا بولة اللبن السكر مع ديت الزيت اهي هتظهر دلوقتي، عشان بعد كده نحط بقية المكونات. بدأت بقى اضربهم البيضتين دول. نص هبتدي كوباية من اضربهم السكر، على ومعايا كمان الدقيق البيضتين دولت هبتدي اضربهم على والزيت الدقيق والزيت واللبن، وابتدي اقلب. وكمان يا جماعه كانوا طالبين الكيكه تكون بالنسكويك، لا انا قلت اعملها بكل حاجه. ودولت شويه ميه ودي ربع صغيرين برضو، اقل من ربع كوبايه من الميه يا دوبك، بس علشان اقدر اعجن العجينه بتاعتي الدقيق مع الزيت مع كله. وكمان كان معايا كيس من النسكويك حطيته عليه كمان، كان عندي. فهم كانوا طالبينها بالنسكويك، بس انا كان عندي كريم كراميل وجيلي برضو بقالهم فتره، فقلت كمان ايه اوظفهم واحطهم مع الكيكه. فلو انت ما عندكيش ممكن تعملي كيكه بالنسكويك، سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، بس علشان الحاجات دي كانت عندي فاستعملت جامد لان طبعا الكريم كراميل والجيلي. تمام. دي بوله من السكر هحط يعني بولة السكر نصها دي هاخد منها شايفين اهو كميه، هحط بس يعني ايه حبه نصها صغيرين بمقدار الكيكه. طالعه معايا مظبوط السكر بتاعها بالظبط، علشان الكريم كراميل والجيلي اصلا بطبعه بيكون مسكر. هي خلاص بحيث يعني ما ينفعش تبقى كيكه مسكره والجيلي مسكر والكريم كراميل كمان مسكر، كمان لا. حطيت فيها فبدات بقى هنا اقلب. بعد هنبتدي بقى نحط كيس البيكنج باودر حطيت وكيس عليها الفانيليا. كيس من النسكويك. كانت برضو حلوة جدا يبقى المكونات بتاعتنا كانت كوباية لو ما من عندكيش الدقيق، كريم كراميل نص او كوباية جيلي او من كده اللبن، ممكن تعمليها معلقتين زيت، يعني فيما يعادل مثلا ربع كوباية صغيرة من الزيت. برضو ربع كوباية صغيرة من المية. وكان معايا نسكويك. بدأت اهو اقلب واعجن بايدي بدل خلاط، واقعد اغسل في الخلاط. يعني انا قعدت ايه ما كفايه فيها بار من المواعين بتاعه المطبخ، ما اي كلاكيع. قلت اعملها على ايدي احسن. الحمد لله ما كانش فيها كلاكيع ولا اي حاجه. اهم حاجه ان انت تعمليها حلو بالمضرب ده، وتبعدي عن الخلاط بلا غسيل مواعين بلا بتاع. وبعد كده رحت فتحت كيس النسكويك بالمقص، وبعد كده هقلبه. احطه. بصراحة انا دقتها كده وهي عجينة، كان طعمها على كده وتعملي كيكة في الفرن نص ساعة والحمد لله تعمل حاجة على كده. لكن انا كان عندي بقولك الكيس اللي هو الكريم كراميل وكيس الجيلي، بدأت اعجن اهو. كنت عاملاها وكانت طعمها على فكرة يا جماعة يعني مش معايا حاجة، كل اللي معايا البولة دي بولة السكر والكوباية. هما دول الثلاث حاجات اللي معايا بالخطوات، يعني مش هنغسل حاجات كتير. هنا اهو. وطبعا لازم ادوق العجينة يا جماعة، لازم ادوقها، طعمها حلو جدا جدا جدا.
وسكرها تمام. مظبوط وبعد قوي. كده رحت تمام. جايبه هاجي بعد كده انا كنت مسخنه الفرن اهو، شويه حتى الفيشه زيت، هناك اهي ورحت قبلها عاملاها بتلت ساعه. بالفرشه تمام. هنا حطيت عشان شويه لما اجي زيت اطلع بالفرشه الكيكه كده بعد على كده تطلع على معايا. الصينيه عشان انزل خلاص بالعجينه، انا وبعد حاطه كده الفيشه بتاعت احطها في الفرن الفرن. اهو. الفرن بسخنه فتحت الفرن من قبلها قبلها، مش عارفه ب10 انا كنت دقايق، فاتحه قبلها بتلت ساعه سخنته ولا بحيث ب10 دقايق، ان بس اهم حاجه الكيكه ان انا لما تطلع جيت ادخل معايا الكيكه في حلوه، الفرن ولازم كان الفرن كان يتسخن الفرن سخن من جدا. قبلها على فيا الاقل جماعه ب10 قبل ما دقايق. تعملوا كيك لازم وحطيت هنا لازم العجينه ان بتاعتي اهو. انتوا تشغلوا الفرن قبلها حتى على الاقل ب10 دقايق. تمام. ادي العجينه بتاعتي اهي زي ما تمام انتم اهو، شايفين. بصوا بالمنظر ده. هبتدي بقى بعد كده احطها في الفرن. وهبتدي بعد كده اروح مدخلاها الفرن الفرن على وطافيه درجة عليها حرارة علقه، وقافله 150 لمدة نص الفرن على ساعة. درجه وبقول لكم حراره قبلها اهو 150 لازم لمده تشغلوا 30 دقيقه. وبعد الفرن كده قبلها حتى جبت على الأقل ب10 دقايق. هنا ده لبن 3/4 بخيره. كيس لبن كيس بخير، يعني اللبن الكيس ده البخيره ده 3/4 حطيت مش عليه كامل. الكريم ورحت حاطة كراميل، عليه الكريم بس انا مش كراميل عامله وبدأت الكيس أقلب كله يا ده دوبك تلات بس 5 ارباعه دقايق تلات وبدأ ارباع كيس القوام لبن بخيره يتقل. رحت عاملة على ايه، كيس رحت الكريم طافية كراميل. عليه. رحت افتح الكيس برضو. مش عارفة بروح فين وبرجع بصراحة، بس انا جنب الكيكة دي كنت بطبخ برضو. فتلاقيني رحت ابص على حاجة وراجعة. تمام. هبتدي بقى اقلب اهو الكريم كراميل بالمعلقة، واستنى لغاية ما القوام بتاعه يتقل، وبعد كده اروح طافية عليه. وبصت بقى على الكيكة اول ما حطيت الشوكة كده بالمنظر ده وطلعت معايا حلوة. رحت بقى ايه مطلعاها والكيكة سخنة والكريم كراميل سخن، رحت نازلة بيه على الكيكة. تمام. ادي ده اول حاجة. بعد كده رحت جايبة كوبايتين وغليتهم من المية بحجم الكوباية ديت. تمام. علشان هنعمل الجيلي بتاعنا هنسخن المية دلوقتي. بحط الكوباية التانية، كوبايتين بالمقدار ده. تمام. وبعد كده هروح حاطة الجيلي، كيس الجيلي اللي كان عندي. لو مش حابة تعمليها بالجيلي مفيش مشكلة، ممكن تعمليها بالكريم كراميل بس، او ممكن تعمليها سادة. بس دي فكرة حلوة بتاعة كيكة الكريم كراميل والجيلي، كان طعمها يا جماعة جميل جدا جدا وعجبت الاولاد وحاجة جديدة يعني. تمام. هنا بقى خلاص سبت الجيلي مع المية السخنة وبدأت اقلبه، وبعد كده هطفي عليه واروح حاطة كوباية من المية من الحنفية. تمام. هو كده خلاص قلبته، وبعد كده هنجيب اهو كوباية المية. وطفيت على فكرة على طفيت على الكسرولة، وبعد كده رحت حاطة يعني ربع كوباية المية دي. تمام. وهبتدي اقلب. وبرضو هحطها وهي على الكيكة والكريم كراميل اهو. بصوا يا جماعة وهو سخن كده بدأت بقى احطه على الكيكة مع الكريم كراميل، ودي كانت اخر خطوة. وبعد كده رحت حطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. وهنبتدي بقى هنا قبل ما احطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. تمام. هنبتدي بقى بعد كده نطلعها من التلاجة. هنا بعد ما طلعتها هقطعها ل8 قطع. بصراحة يا جماعة جميلة ولذيذة قوي، بس هي ميزتها ان الجيلي مع الكريم كراميل مخلين الكيكة جوسي كده، وطعمها لذيذ وجديد يعني.
لو انت بقى في امكانية تعملي جيلي بالكريم كراميل بالكيك اعملي، لو ما فيش امكانية اعملي كيكة بالنسكويك بس. الوصفة دي لذيذة جدا جدا واعمليها على قد امكانياتك. هو عشان الحاجات دي اصلا كانت عندي ما اشتريتهاش، بصراحة عجبتني قوي. وطبعا ميويا لازم تدوق. حلوة حلوة يا جماعة، حلوة، عجبتني جدا 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 جدا. وجربوا الوصفة وعلى ضمانتي وبألف هنا. هروح بقى اكملها كلها، اكلها كلها. ما تنسوش بقى يا جماعة تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك. باي باي.